النهاردة هنلعب لعبة افاتار وورلد مع بتعلمنا لازم تبقى مفيدة. بتعلمنا ان من الشخصية الضعيفة، الشخصية القوية، الشخصية الحساسة، الحاجات دي. طيب خلينا نتعرف على الشخصيات. شخصية الأم سارة. شخصية الأخت مريم. شخصية الأخ أحمد. شخصية الأب محمد. شخصية الأخ التاني هو عمر. والشخصية الأساسية هي سعاد. محمد، هو أنت هتروح الشغل دلوقتي ولا لأ؟ أيوة. أنا دلوقتي رايح الشغل. طيب ماشي، باي. باي. اهو انت بجد رايح الشغل؟ ماشي. هو مشى. طيب الحمد لله. ماشي سعاد، روحي دلوقتي جيبي لنا المايوهات. مايو انا ليا انا ومريم من المحل بتاع المايوهات الجديد ده، تمام؟ ماشي يا ماما، حاضر. بس يا ماما ده بعيد جدا. هو انت تستعبطي؟ حالا ابقى الاقيكي بتجيبي لي المايوهات، تمام؟ حاضر يا ماما. الله، الكوبايات دي عجباني قوي. نانا ماما جايبه لنا احنا بس. ماما عمرها ما تحبك. لا على فكرة ماما بتحبني. ماشي بيوريني. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا عمو سمير؟ ازيك يا سعاد؟ انا على فكرة ما قلتلكش اسمي، بس حاجة غريبة شكلك أميرة قالت لك. المهم حضرتك كويس؟ أيوة، أنا كويس الحمد لله. انا مشيت كتير قوي عشان اروح لمحل مايوهات. هو ينفع؟ مش محتاجة فلوس أي حاجة؟ لا ماما عارفة المحلات، هي بتديهم بعدين. بس ينفع لو سمحت تقولي طريق المايوهات يمين ولا شمال اللي جاي؟ ماشي، خش على طول بعد كده شمال. الله، انا نفسي قوي في ايس كريم، نفسي اشوفه ونفسي احلم بيه. انا ماما عمرها ما بتخليني احبها ولا بتسمح لي بده. بس يلا بينا، مش مهم. مع السلامة. مع السلامة يا عم سراء. مع السلامة. مع السلامة. عاملة أنا ايه؟ لازم أفاجئ سعاد بآيس كريم. عاملة ايه يا أميرة؟ أنا الحمد لله. انتي عاملة ايه يا سعاد؟ الله، ايس كريم. هو انتي ليه اسمك سعاد؟ مش بحب اقول. مع السلامة يا أميرة. ماشي باي. ماشي باي. المفروض عمو سمير قال لي اني امشي طوالي. آه. شكلك بيضحك قوي. شكرا على التريقة. ايه ده؟ هو انا ازاي هصحي طنط من النوم؟ لازم اتصرف. طنط، يا طنط. ايه ده؟ هو انتي اللي جابك؟ انا بس محتاجة مايوهات. ماشي، هديكي كيسة. ماشي.
روحي نقي المايوهات اللي انت عايزاها. حلو البينك ده. في هنا ازرق، ماما مش هتحب ازرق، بلاش. ماما قالت لي ان في واحد لونه اصفر في ابيض هلاقيه، مش فاكره قالت لي هلاقيه فين. صح، هي قالت لي لسه هلف وادور. عامله ايه يا طنط؟ الحمد لله يا حبيبتي، انتي عامله ايه؟ كان نفسي اسالك سؤال، هو ليه حضرتك صوتك كده؟ انا عندي كده مرض بيخليني يعني صوتي كده تخين قوي. معلش يا حبيبتي. انتي كنت عايزه تروحي فين؟ انا رايحه دلوقتي المكان المايوهات التاني، وهجيب كمان معايا عوامات مفاجاه لماما. بلاش يا حبيبتي، انتي عارفه ان مامتك بتتعصب بسرعه قوي، خليني انا هكلمها وهقولك. شكرا قوي. العفو. الو يا حبيبتي يا ساره، ينفع؟ طب كويس ليك. قالت لك ماشي حبيبتي، عايزه عوامه واحده لونها احمر او ازرق. تمام. طنط عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه اللي جابك هنا؟ ماما قالت لي اني اجيب نضاره، يعني عايزه افاجئها واجيب لها نضاره، وعايزه بس معايا شنطه لو سمحتي. عايزه اجيب نضاره بينك ونضاره اصفر ومايو بينك ومايو اصفر، وعايزه مايو لونها احمر يا ريت، من عينيا الاتنين دول واللي قبليهم كمان. هو حضرتك كان عندك عينين غير دول؟ انتي ظريفة اوي. لا اكيد بهزر. اوكي، ثانية واحدة يا حبيبتي والحاجات هتبقى عندك. ايه رأيك؟ ايه ده فور؟ لا لا لا، ده واحد اسمه موسي. موسي. حطيها في الكيس. أنا بقى لما ساعات ترجع هوديها الآيس كريم اللي جبته. انا مش عارفة اتكلم خالص. انا دلوقتي هروح ادي دول لماما. ماشي يا حبيبتي. ايه ده؟ الله، ده الايس كريم ده كان نفسي فيه. ماشي، باي باي يا عمو سمير. لا استني يا حبيبتي، استني. ايه؟ الايس كريم ده انا جبتهولك، وانا هفهم ماما ان انا جبتهولك عشان انتي نفسك فيه. طب ينفع بس ايه؟ الله، لا لا، انا هدي ماشي حاضر، أنا بس هوصل ده لماما وهاجي لحضرتك اقول لها. ماشي. السرير. هاجي معاكي عشان ما تزعقلكيش. ماشي، انا مش عارفه فين البيت. هناك يا استاذ. هو ايه الحاجات الغريبه اللي موجوده دي؟ ما اعرفش. اهو البيت. فين؟ دي مامتي يا عمو سمير. ماشي يا حبيبتي، ادهالي انتي بس ادخلي وانا هكلمها. هو في حاجه يا عم سمير؟ اوعى مليكه اقصد سعاد تبقى عملت لك حاجه، ده انا هعلقها. لا اياكي تعلقيها، انتي لو علقتيها انا اللي هتصل بالشرطة، عشان انتي لازم تهتمي بيها برضو. انا بس كنت جايه اقولك ان انا جبت لها ايس كريم عشان هي نفسها فيه، فلو سمحتي ما تزعقليهاش. ماشي حاضر، من العين دي قبل العين دي. ماشي، مع السلامه يا عم سمير. بس بصي، لو انا رجعت هبص عليكي النهارده بالليل. لو زعقت لها انا هتصل باباها. بمحمد. تمام. كده كده اصلا هي مش بتحب الايس كريم بالشوكولات، انا هديها لاخواتها. صبرك عليا بس يا سارة. عم سمير ده غريب جدا. هاتي النضاره. حاضر يا ماما، بس يا ماما مريحاني. لا، وهاتي الايس كريم ده اديها لحبايبي الامارون. هديها لاحمد. احمد. اي يا ماما. اتفضل، خد دي. واخوك بيحب الايس كريم، ايه رايك؟ طيرتها لك اهي. كل يا حبيبي، كل الهنا والشفا. كل يا عمر واصحى كده.
انا هروح بقى انا البس انا واسمها ايه، ما حدش يجي لنا اوضه السفره. يلا يا حبيبتي انا هلبس لا لا انا هلبس ده وانتي ده البسيه يلا. الله يا ماما احنا نعوم. اه يا حبيبتي وكمان جبتلك نضاره بس اختك مش راضيه تقلعها. يا ماما هي عجباني كده. لا انا هفضل البسها طول العمر عشان ما حدش يشوف التعويره بتاعتي. ايه لا قلعتها لي ليه؟ ما تقلعليش بالراحه بالراحه ما تقلعليش جامد. ايوه كده. اتفضلي يا حبيبتي. ايه ده ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله فيكي البركه فيكي البركه. انا كمان هاخدها. ماما انا هروح اروق اوضه اخواتي. ماشي يلا بسرعه. بحب انا قوي البطاطا. ونفسي يبقى عندي اوضه شبه دي. كمبيوتر جميل قوي 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 وسماعه تحفه. وعندي جيتار اقدر اعزف عليه براحتي. يا ريت كان عندي الحاجات دي كلها ويبقى عندي شوكليت اكلها. انا هاكل دي وخلاص من غير ما حد يعرف. ويبقى عندي سويتس. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشغل. بص بقى بسبب سعاد دي جايين هنا. عشان بسبب سعاد دي خلت البنت يغمى عليها. على فكرة دي زي بنتين، ما ينفعش تزعقي لها كده، لازم تعمليها زي ما هي اللي خلت مريم تبقى تعبانة. هو مش كل حاجة تحتذوها. لا أصلا أمورة شايفة ازاي أمورة. بعد اذنكم احنا هنا في مستشفى يعني مفروض ممنوع خناق قوي. يعني قوي لا بلاش لا. يا ريت بالراحة عشان اطمنكم على بنتكم. انتي اسكتي خالص. انا لما اكون بتخانق مع جوزي تسقطي لو سمحتي بعد اذنك. يعني كده ممكن اسيب بنتك في الحالة الوحشة دي. بعد اذنك كلميني باسلوب احسن من كده. لا خلاص انا بهزر معاكي. تمام ثانية واحدة هروح اشوف الحالة. يقدروا يدخلوا يا دكتورة سميرة؟ ايوه يقدروا. بنتك سارة مريم. ما تدخليش هنا تماما. ما تدخليش هنا انت فاهمة؟ حاضر يا ماما. لا يا ماما لا دي اختي حبيبتي لك. بصي هو انت ليه لابسه لبس المايو؟ طب ما برضو مريم لابسه لبس المايو. انا كنت لسه هنزل لقيتها تعبانه. بصي ممكن نروح بكره البحر وما تقول ولو سمعتك بتقولي مش هناخد سعاد معانا انا هضربك. قصدي يعني اللي هقوله لازم تسمعي. هتتضايق يعني تقصد هتتضايق مني صح؟ كلهم مش عايزين يعرفوا فيه. انا هتسلل وهشوف هو في ايه. مريم عندها مرض خطير جدا. ايه هو